يا بابا يا بابا، يا كاكا يا كاكا. قلت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. النهارده هنتكلم عن واحد من اكتر اللعيبه اللي سابوا بصمه كبيره في عالم الكوره، واحد من اللي مستحيل حد ينسى اداؤه واخلاقه. نتكلم عن البرازيلي كاكا، اللاعب اللي بدأ من شوارع البرازيل لحد ما بقى واحد من اعظم لاعيبه العالم. النهارده هناخدكم في رحله معاه من بدايته لحد اعتزاله وكل الحاجات اللي مر بيها في حياته الكرويه. كاكا اسمه الحقيقي ريكاردو إيزيكسون دوس سانتوس ليتي. اتولد في 22 ابريل 1982 في برازيليا البرازيل، لكن اتربى في ساو باولو. من صغره وهو كان مهتم بالكوره، بس مش زي اغلب الاطفال في البرازيل اللي لعبهم كان في شوارع ضيقه او على رمل. كاكا اتربى في عيله مرتاحه ماديا، وده خلى عنده فرصه يتعلم في مدارس كويسه. وهو عنده 8 سنين بدأ يلعب في أكاديمية ساو باولو، ومن هنا بدأ ياخد خطوات جدية في طريق الاحتراف. الناس في الأكاديمية لاحظت إن عنده موهبة فطرية، مش بس في المهارات الفردية لكن كمان ذكائه في الملعب وقراءته للعب بشكل سريع. لكن في سنة 2000 حصلت له حادثة كان ممكن تقضي على مستقبله تماما. كاكا تعرض لإصابة خطيرة جدا في ظهره بسبب سقوط سيء في حمام السباحة. الإصابة دي كانت ممكن تسبب له شلل دائم، ولولا العناية الإلهية ما كانش كمل في كرة القدم. بعد الحادثة دي كاكا دايما كان بيتكلم عن إيمانه وإزاي الإيمان كان ليه دور كبير إنه يتعافى ويرجع للملاعب. وبعد التعافي العجيب ده في نفس السنة كاكا قدر يدخل الفريق الأول لساو باولو وبدأ ياخد مكانه كلاعب وسط هجومي. موهبته الكبيرة خلت الجماهير والإعلام يركزوا عليه بسرعة، وكان واضح إنه عنده مستقبل باهر. في 2003 الميلان كان بيدور على تعزيز صفوفه، والمدرب كارلو أنشيلوتي شاف في كاكا الموهبة اللي يقدر يضيف للفريق قوة هجومية. AC ميلان دفع 8.5 مليون يورو لساو باولو علشان يجيب كاكا، وده كان مبلغ مش قليل وقتها، خصوصا للاعب شاب لسه مبتدئ في أوروبا. أول ما كاكا وصل الميلان لفت الأنظار على طول. أول موسم ليه كان أكتر من رائع، سجل 10 أهداف في الدوري الإيطالي وشارك في صناعة كتير من الأهداف. جمهور الميلان اتعلق بيه بسرعة، خصوصا بسبب شخصيته الهادية وابتسامته المستمرة، بالإضافة لأدائه الممتاز على أرض الملعب. الفريق كله كان معتمد على لعبه السريع وتمريراته الدقيقة، وكان دايما حاضر في المواقف الحاسمة. في موسم 2004-2005 كاكا كان واحد من الركائز الأساسية اللي قادت الميلان لنهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول في المباراة الشهيرة اللي انتهت بالتعادل 3-3 وخسارة الميلان بركلات الترجيح. ورغم ان النتيجة كانت محبطة، كاكا كان نجم المباراة وصنع هدفين في الشوط الأول، بس الانتقام جاي. وفي 2007 كاكا قاد الميلان للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد ما فازوا على ليفربول 2-1 في النهائي. في الموسم ده كاكا كان أحسن لاعب في البطولة وسجل هدف مذهل في الأولد ترافورد ضد مانشستر يونايتد في نص النهائي لما عدى من نص الفريق لوحده. الأداء ده مش بس خلى ميلان بطل أوروبا، لكن كمان رفع كاكا لمصاف أحسن لاعيبة في العالم. في نفس السنة 2007 كاكا توج بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، وده كان تقدير مستحق جدا لمجهوداته بعد ما قاد الميلان للفوز بدوري الأبطال والدوري الإيطالي وكمان كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. كاكا كان في قمة مستواه، وكان ساعتها الناس بتتكلم عنه إنه مش مجرد لاعب برازيلي موهوب، لكنه كمان رمز للالتزام والتفاني، وده خلى ناس كتير تحبه مش بس كلاعب لكن كقدوة. في 2009 العالم كله كان مترقب انتقالات ريال مدريد اللي كانت بتسعى انها تجدد دماء الفريق وتجيب افضل النجوم. وبعد النجاح الساحق اللي حققه كاكا مع الميلان، إدارة الريال شافته كواحد من أفضل الحلول الهجومية اللي ممكن تضيف للنادي الملكي. الصفقة تمت مقابل حوالي 65 مليون يورو، وده كان رقم ضخم جدا في الوقت ده، لكن بالنسبة لريال مدريد كان جزء من مشروعهم الكبير لجلب النجوم، وخصوصا ان في نفس السنة جابوا كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد. الجماهير في مدريد كانت في حالة حماس كبيرة لأنهم كانوا متوقعين ان كاكا ورونالدو هيشكلوا ثنائي هجومي مرعب، لكن للأسف الأمور ما مشيتش زي ما الكل كان متخيل. في بداية مشواره مع الريال كاكا قدم أداء جيد، بس الإصابات المتكررة بدأت تظهر وده خلى مستواه يتراجع بشكل كبير. أول موسم ليه مع الريال كان مليان فترات غياب بسبب الإصابات، ورغم انه قدم بعض اللحظات المميزة الا ان جمهوره كان حاسس انهم ما شافوش النسخة اللي كانوا متوقعينها منه. الاصابات كانت بتخليه يرجع بشكل متقطع، وكل ما يرجع يحاول يلاقي نفسه في وسط فريق مليان نجوم،
لكن المنافسة على المراكز كانت شديدة وده أثر عليه. ورغم كل ده كاكا حافظ على روحه الرياضية وكان دايما بيتكلم بإيجابية عن النادي والجماهير، وده خلى الناس تحترمه حتى في أصعب الأوقات. في 4 مواسم مع ريال مدريد كاكا لعب 120 مباراة وسجل 29 هدف وصنع 32، لكنها أقل بكتير من اللي كان متوقع منه. في 2013 بعد 4 سنوات مليانة بالارتفاعات والانخفاضات في ريال مدريد، كاكا قرر انه يرجع لبيته القديم اي سي ميلان. الصفقة كانت مجانية والجماهير في ميلان كانت متحمسة انهم يشوفوا نجمهم المفضل بيرجع يرتدي التيشيرت الاحمر والاسود من تاني. رغم انه كان بعيد عن مستواه اللي ظهر بيه في 2007، كاكا قدم موسم محترم مع الميلان وسجل 9 اهداف في 37 مباراة. كانت دي محاولة لاستعادة المجد اللي عاشه في الفترة الأولى مع النادي، لكنه كان عارف إنه مش نفس اللاعب اللي كان في عز شبابه. ومع نهاية الموسم كاكا قرر إنه يروح لتجربة جديدة في أمريكا. في 2014 كاكا أعلن انتقاله لنادي أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي، وكان انتقاله جزء من مشروع كبير للنادي اللي كان لسه جديد في الدوري. الجماهير الأمريكية كانت متحمسة تستقبل لاعب عالمي بحجم كاكا، والصفقة دي كانت خطوة كبيرة جدا في تسويق الدوري الأمريكي على مستوى العالم. رغم إن سن كاكا بدأ يكبر إلا إنه كان واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الأمريكي. قاد أورلاندو سيتي كقائد للفريق وسجل أهداف وصنع فرص كتير، ورغم إنه ما قدرش يحقق بطولات كبيرة مع الفريق، لكن وجوده كان سبب في رفع مستوى الدوري الامريكي وجذب انتباه العالم ليه. في الفتره دي كاكا كمان كان بيتم استدعائه لمنتخب البرازيل من وقت للتاني، لكنه ما كانش عنصر اساسي زي زمان. اخر استدعاء ليه كان في 2016، لكنه فضل يقدم اداء محترم مع اورلاندو لحد ما قرر ان حان وقت الاعتزال الكره بشكل نهائي. في ديسمبر 2017 كاكا اعلن اعتزاله الرسمي من كره القدم الاحترافيه بعد 17 سنه مليانه بالنجاحات، الالقاب واللحظات اللي مستحيل تتنسي. كاكا قرر انه ينهي مسيرته وهو في قمة الاحترام والتقدير من الجماهير في كل حتة في العالم. بعد اعتزاله كاكا فضل محافظ على علاقته بكرة القدم، لكنه اختار يكون بعيد عن الاضواء الاعلامية الكبيرة. اشتغل كمحلل كروي شوية وظهر في مناسبات رياضية كبيرة زي مباريات الاساطير، لكنه ما كانش مهتم ان يدخل مجال التدريب او الادارة. كاكا مش بس واحد من افضل لاعبي البرازيل، لكنه كمان رمز للاعب اللي جمع ما بين الموهبة الفطرية والاخلاق العالية. من ساو باولو لميلان لريال مدريد واخيرا لامريكا، كاكا ساب بصمة في كل مكان راح ليه، ودايما الناس هتفتكره مش بس كلاعب كبير لكن كإنسان متواضع وراجل مؤمن. رغم انه مر بلحظات صعبة بسبب الاصابات، لكن كاكا كان دايما بيرجع اقوى ويثبت ان الايمان والتفاؤل قادرين يخلوه يتغلب على اي تحدي، وده اللي يخليه واحد من الناس اللي الجماهير بتحبها وتحترمها حتى بعد ما يعتزلوا. كاكا هيبقى دايما في ذاكرة كل عاشق لكرة القدم، وهيفضل دايما مثال على اللاعب اللي قدر يجمع ما بين النجاح داخل الملعب والخير خارج الملعب. وبس كده، سلام.